الأحباب ديالي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير. قبل ما نبداو موضوع اليوم، بغيتكم كلكم تبارطاجيو لاشين، تبارطاجيو لا فيديو، حركه الاكسبلور، لي جيم، الكومونتير، باش نقدروا نوصلوا القناه لاكبر عدد ديال المتابعين، ونقدر نكون معكم ايضا على اليوتيوب دائما. فالتفاعل ديالكم هو اللي غيخليني نكون معكم على اليوتيوب متواجده. انا عارفه بزاف الناس كتابعني على صفحتي في الفيسبوك، وكنتمنى نفس هذوك الناس يكونوا كيتابعني حتى على اليوتيوب، لان اليوتيوب حكايات ويوميات هو تتمه تتم الموضوع او المحتوى ديال صفحتي على الفيسبوك، اخبار الشارع المغربي. احبابي، اليوم موضوعنا هو موضوع يعني داير ترند من 2016، ولكن بما ان الحكم كان ليله امس، فداك الشيء علاش اضطريت نهضر فيه. قضيه سعد المجرد مع لورا بريول، قضيه الاغتصاب. لكن الحكم اللي صدر البارح في قضيه الابتزاز اللي كان الضحيه ديالو هو سعد المجرد، والمتهمه هي لورا بريول. كنعرفوا انه في سنه 2024 تقدم سعد المجرد والمحامين ديالو دلائل قويه كتثبت على انه تعرض لابتزاز من طرف لورا بريور اللي هو متهم باغتصابها في قضيه الاغتصاب، ومن طرف الام ديالها. كيتهموه او كيبتزوه بمبالغ ماليه مقابل التنازل على قضيه الاغتصاب. سعد المجرد قدم هاد الدلائل كامله للمحكمه الفرنسيه، لكن المفاجاه هو الحكم اللي صدر ليله امس. ركزوا معايا باش تعرفوا ان كاينه ان في الموضوع. دابا سعد المجرد 100% كاين منصوب ليه فخ، خاصو يدرقوه، خاصو يشتفوا عليه. كتعرفوا اعداء النجاح كتار، فتلفقت ليه تهمه الاغتصاب. بزاف منكم قبل كانوا كيقولوا سعد المجرد مغتصب، لكن بعد الادله ديال الابتزاز فبدات كتظهر ملامح البراءه. لكن باش يبقاو ثابتين على سعد المجرد تهمه الاغتصاب اش داروا؟ برئوا لورا بريول، وتهمه الابتزاز لصقوها في امها وشي ثلاثه الناس اخرين والمحاميه ديالها. المنطق كيقول كيفاش محاميه كتدافع على لورا بريول اللي هي الضحيه في قضيه الاغتصاب مع سعد المجرد، المحاميه ديالها تدانت وتحكم عليها بمنع من ممارسه المهنه ديال المحاماه 10 سنوات. يعني هاد المحاميه انتقد عليها تمارس مهنه المحاماه لمده 10 سنين. وتم الحكم على ام لورا بريول وشي ثلاثه الناس اخرين بالسجن من 6 سنوات حتى عامين مع وقف التنفيذ. هاد الاحكام هذه كانت صادره نظرا لثبوت الادله في قضيه الابتزاز. لكن علاش لورا بريول هي الوحيده اللي تم تبرئتها رغم ان التسجيلات والادله كلها كتثبت على ان لورا بريول تواصلت مع سعد المجرد وطلبات منه مبالغ ماليه مقابل التنازل على القضيه؟ انا نقول لكم علاش. حتى القضاء الفرنسي ما فيه هنا نزاهه لا زمر، باش تعرفوا. الحمد لله على نعمة المغرب وعلى نعمة القضاء المغربي. نحمدتك يا رب وشكرتك أنني مغربية أعيش في المغرب، وأنا تحت سيادة، بعد السيادة الملكية، تحت سيادة القضاء المغربي. القضاء الفرنسي راه زيرو. علاش؟ لأنه كنت تم إدانة لورا لورا بريول كنت تمت الإدانة ديالها. هادشي كيعني أن سعد المجرد بريء من تهمة الاغتصاب. هادشي كيعني ان الناس اللي يديهم طوال ولا ما عرفناش حنا شكون هما، الناس اللي ناسبين فخ لسعد المجرد، الخطه ديالهم غتضرب في الزيرو وغيبانوا ناس ما كيسواو ما والو. لكن نظرا لان هذوك الناس يديهم طوال راه وصلت للقضاء الفرنسي خدمتها، والقضاء الفرنسي باش ما يطيحش من صورته وباش يبان زعما راه واعر برا لورا بريول تحت رغبه الناس اللي ناسبين فخ لسعد المجرد، ولصق التهمه ديال الابتزاز في امها وفي بعض الناس اخرين وفي المحاميه ديالها. راه غير المنطق كيقول هادشي. او كيفاش لورا بريول اللي كان عندها اتصال مع سعد المجرد تم تبرئتها، والمحاميه اللي كتدافع عليها هي اللي دانت في قضيه الاغتصاب في قضيه الابتزاز. كيفاش المحاميه جايه كتدافع على لورا بريول في قضيه الاغتصاب ولات هي اللي مدانه في قضيه الابتزاز وتم المنع ديالها من ممارسه المهنه ديال المحاماه لمده 10 سنوات؟ موت لورا بريول وناس اخرين كنقولها ولا كنعاودها كما قلت في الفيديو البدايه ديال الفيديو، تم الحكم عليهم من 6 شهور حتى العامين. هادشي كله نظرا لثبوت الادله. ف واضح وبين
ما تجيوش عندي شي وحدين يقول لي حكا طيحتوا الداله البنات. انا راه ما عندي علاقه لا بالفان ديال سعد لا بالفان ديال الزمر، انا فانه ديال مخي. هذا باش تعرفوا انا فان ديال راسي ماشي ديال شي حد اخر. ولكن انا دي فيديو ديالي دائما كنقولها لكم وكنعاودها لكم انه لي فيديو ديالي راه كنعطيكم كل ما يروج، كل ما هو ترند على الساحه الفنيه، ساحه الاخبار المغربيه، السوشيال ميديا. يعني دائما كنجي كنتناقش معكم المواضيع من رايي الخاص، من انا شنو كنشوف، من تحليلاتي الخاصه، من قناعاتي الخاصه. شوفوا نتوما حرين اقتنعوا باش ما بغيتوا، ولكن انا التحليلات الشخصيه ديالي فين وصلتني. نقدر نكون خاطئه، نقدر نكون صح، لكن 100% انني صح. حتى لما كانت 100% غتكون 80% باش نكونوا متفاهمين. نجيو نهضروا من قضيه العقليه المغربيه. حنا دابا كنا في المغرب غيلقاوك داخله براحته الغرفه، براحتك للغرفه، غيلقاوك كنتي سهرانه معاه في البيران والكاميرات شادين، ودخلتي معاه للغرفه ديال لوطيل والكاميرات شادين وبراحتك، وشحال وانتم مقصرين وبراحتك. شنو اللي ماشي براحتك؟ غير قضيه الاغتصاب، قضيه المعاشره. راه ما كاينش اغتصاب عندنا في المغرب، هاد القضيه ما يسميوش لك اغتصاب. غيسولوك دخلتي بخاطرك ايه، سهرتي معاه بخاطرك ايه، قصرتي معاه بخاطرك ايه، اذا اين هي تهمه الاغتصاب؟ حتى حد ما مغتصبك. لكن القضاء الفرنسي دايرين فيه حق عقليه وكل شيء بالخاطر وحق وما كاينه حتى شي حاجه بزز. فاذا المغاربه كل شيء هجم على سعد المجرد واتهموا بالاغتصاب، اتهموا بالمجرم. دخلت عليكم بالله، واش حاكمتوه بالعقليه الاوروبيه؟ واش نتوما عايشين في اوروبا، عايشين في المغرب؟ اذا نحاكموا واحد الانسان مغربي غنحاكموا بالعقليه المغربيه، ما غنقولش عليه مجرم. حيت كون كان هنا في المغرب او كون كنت حتى اخا المغربي اللي مغتصب شي دريه بخاطرك وكانت سهرانه معاك ومقصره معاك بخاطرك، ما غتقولش لي تقول لي ما مشات معايا بخاطرها ما اغتصبتهاش. اذا علاش جيتي سعد المجرد وسميتيه اغتصاب؟ اذا الا غتحاكموا سعد المجرد حاكموا بالعقليه المغربيه. رغم ان القضاء الفرنسي اللي كتقولوا عليه نتوما متطور وقرار يعني وقضاء منفتح وعقلاني وعادل ها هو اثبت اليوم انه قضاء في المحك لا ثقة فيه. لانه كيفاش واحد السيده الادله كاملين كيثبتوا على انها مدانه في قضيه الابتزاز، كيتم التبرئه ديالها وادانه امها والمحاميه ديالها عوض ما تكون هي اللي مدانه. كما قلت لكم في الفيديو الاول، بين اللعمه باش الناس اللي ناسبين فخر سعد المجرد يكملوا في الخطه ديالهم. اكيد وصلت القضاء الفرنسي وهو اللي خلى الحكم يتثبت ببراءه لورا بريول باش سعد المجرد يتثبت بانه مغتصب. بين اللعمه ياكم. المهم كنقول لكم تحليلات وركزوا معايا. تقدروا النوبه الاولى تعايروني في شي كومونتير، تقدروا تقولوا شي كلمه ماشي تما، ولكن راه ملي غتفكروا بينكم وبين نفسكم تلقاو هضرتي صح وغترجعوا غتكتبوا كومونتير اخر. المهم هذا ما كان. خليوا لي حركه الاكسبلور، بارطاجيو، كومونتيرات، لي لايك، وتبعوني كتر وكتر. ما تخرجوش حتى ديروا ابوني راني معكم ديما. ويلي خليت لكم الراحه.